اسمح لي اخي نور الدين، كيما كوم بارازار اليوم بعث لي واحد باسم مستعار. سبحان الله، يعني بعث لي واحد الرسالة، قال لي باللي او نحبوا ننشروا اسكو هذه لا فوتو تاعك ولا ما على باليش مهندس واش. سعيد، طفي الميكروفون من فضلك. تفضل صلاح الدين. قلت لك من واحد يقولوا له ساسي فرحاني. ايوه. لا فوتو تاعو ما كانش. ايوه. قال لي السلام عليكم، هل هذه صورتك أنت شرفاوي فلان الذي قام بالاعتداء الأخير في تولوز؟ نود التأكد قبل نشرها فقط وشكرا لك. وحاط لا فوتو تاعي من تحت. أنا شكرا. درت اخي يا درت صلاح درت الدين، اصبر شويه، اصبر شويه. كاينه بعض النقطه انت فكرتني فيها. وي. المهم الاخوه يعذرونا. قلت انا من انه هذا شيء عاجل على جال باش الناس يسمعوه برك، ومن بعد ان شاء الله نمروا. وحتى في التسجيل فيما بعد انا راني راح نقص هذا المقطع، ما يكونش يعني في الحوار. المقطع هذا راح نقصوه نديروه ابار. وي. اخي صلاح الدين، وي. جاتك مراسله من عند ابو جره سلطاني، صح؟ تحب نقراها لك أي قدامي؟ نعم اقراها. المراسله باسم ابو جره سلطاني في الفيسبوك، وش يقول لك؟ بعث لي ميساج بيرسون، سي ميساج، سي با في لاباج تاعي. قال لي لا فوتو تاع ابو جره سلطاني، ومكتوبه سي با ابو جره سلطاني، مكتوبه سلطاني ابو جره. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لدينا معلومات تقول ان الصحفي المدعو انور مالك هو من اصهارك، ونحن نود الحصول على معلومات وصور خاصه به او بعائلته، إن أمكن تزويدنا بذلك، وخاصة أن معلوماتنا تفيد بأنكم تتعاونون مع خصومه لفضحه، وبارك الله فيكم. ها سمعتوا يا ها ايها الجزائريون؟ شكون اللي يقدر فوالا. يدير هذه الخدمه وكاين نتاع واحد النصب؟ شكون؟ زيد اخي صلاح الدين. شوف، كاين كاينه كاين اسكو هو بعد ما كنت انت رايح دير اسمه الشهاده هذه قبل ما تجي الاذاعه المره الاولى، يا هل ترى هو انه قام بالتهديدات نتاع العائله نتاعو؟ نسابوا على جال باش ينشر التسجيلات تاعهم، قال لهم باللي راكم مسجل لهم الكلام تاعهم. هذه سقفي لونطون باللي قال لهم الهضرات اللي هضرتوهم معايا بزاف من عندهم بزاف. كل زعما كل قعده ولا كل عرس ولا اش كانكم مسجلين الكل. تسمى خداع، سبحان الله خداع. قلت لك عندي واحد الميساج شي جاني باسم واحد يقولوا له حميد لونيسي. ايوا. هذا يوسي كيف هذا يبعث لي واحد الوقت، قال لي هذه عندها شي باك تاعنا. كلمك علي انا عليك انت يا، قال لي باللي شباب التغيير السلمي ابوبليي سوغ خبابه الكاتب بدون كتب والصحفي بدون صحيفة المتخرج من معهد الفندقة والذي يدعي أنه طالب في جامعة تولوز في سن 46 عام ولا يحمل شهادة البكالوريا، الرجل الذي يسعى إلى المصالحة بين الجزائريين، ويكفي لأن تنصحه بالمصالحة مع الأستاذ أنور مالك لينفذك من قائمته، ليحذفك من قائمته. إنه المثال الحي للنصب والاحتيال. طالع الكتاب الذي يفضحه ويعريه بالبرهان الساطع والدليل القاطع. وحاطر لي لهنايا سما ديليان على الكتاب اللي كنت راح تخرجوا نتايا. شفتوا هذا الكتاب. شوف اسمع هذا الكتاب انا درت كتابه للناس اللي راهم يتبعوا في المداخله تاعي. شفت درت تعليق في الصفحه نتاعي، قلت من انه راني رايح ننشر كتاب ونسميه النصاب. وكان واحد من الناس اللي راهم يتبعوا فيا قال لي باللي الغلاف نتاع الكتاب هديه من عندي. هذا سيد واش راح دار هو باسم مستعار، راح قال من انه هذا هاو دار الكتاب الشيء اللي كان دايره كامل اللي كوبي كولي من الفيسبوك. هز لا فوتو نتاع الشيخ بابا ربي يرحمه، ودارها في هذا الغلاف، وقال يقول للناس راهو نشروا على الانترنت، يقول من انه هذا الكتاب راهو رايح ينشروا في دار لبنانيه وكذا، وادعى من انه راهو من بلديه العناصر ومن انه كذا. شوف احنا رانا على المباشر اليوم. شحال عندنا في التاريخ اخ صلاح الدين؟ لو 20 شحال راه الساعه درك بالتوقيت تاع فرنسا؟ شي با طن والله ما على بالي طن. شحال راه الساعه اللي راهو عندكم ساعه؟ انا ساعه راه قدامي ولكن نحب. شحال؟
23h41. اوكي. اخ تونسي انت راك 23h41 وي. اخ تونسي انت راك في الجزائر. اخ تونسي نعم. انت راك 10 و42 دقيقة في الجزائر. ايوا الاخ تونسي انت راك في الجزائر. اسكو انا تلاقيت معاك مره في حياتك؟ جامي تلاقيت انا وياك. اوكي جامي تلاقيت انا وياك. جامي. كيفاش عرفتني انت؟ انا عرفتك عن طريق اليوتيوب. عرفتني عن طريق اليوتيوب. لقيت تصريح تاع عبد الحق العياده، اتصلت بك وحدي مباشره. اوكي. اليوم الاخ تونسي، اليوم رانا لو 20 ماي 2012 صح؟ نعم. اليوم انت منين عيطت لي بالهاتف؟ عيطت لك من برج غدير. من برج الغدير. من الدشره تاع نور الدين خبابه. ايوا رحت انت للدشره. رحت حتى للدار تاعك. ايوا واش قالوا لك الناس؟ قالوا لك نصاب؟ شوف من واحد الفيلاج واسمه قبل برج غدير. ايوا بالليمور. بالليمور واسمه بالليمور. بالليمور يبعد على الدشره تاعو حوالي 21 كيلومتر. كي ذكرت لهم الاسم تاعو عرفوه. ايوا عرفوه. قال لي خيار الرجال ما كانش ما يعرفش خبابه هنا. يعني عرفت الحمد لله ديت معايا الوالده وديت معايا الولاد. عرفت القريه هذيك والدشره هذيك وعرفتهم عليها راهم رجاله صح. يعني شوف تشوف في عينيهم الخير وتشوف في عينيهم الصدق. ما كانش واحد فيهم من الولاد صغار موش حافظ القران. وكل المدرسه وكل يعني متفوقين في الدراسه تاعهم، خاطر ماش تلاقيت معاهم كي عادوا خارجين من المدرسه. ما كانش واحد فيهم موش قاري. اللي عساس في المدرسه قالوا لي حافظ القران. يعني الدشره وفيها الشيخ العياضي. الشيخ العياضي من العلماء. وهذا الدشره هذه مخرج العلماء. ومن جهه ولاد ابراهيم من هي يعني من ما بين الدشره تاع الشيخ خبابه وولاد ابراهيم من هي كاين الشيخ بشير ابراهيمي. ايوا كان يجي الشيخ السروق. ايوا وكاين المهم هذيك المنطقه ثم الاخ تونسي اسمع منطقه تاع خير. كي رحت انت اليوم لثم للدشره هذه وين نسكن. أيوة. انا واش قالوا لك الناس ثم في الطريق؟ قالوا لي انسان راجل، انسان يعني قالوا لي هايل، انسان مثقف، انسان قاري. قالوا لي يعني واش نزيدو نكلموا نقولوا باللي قالوا لي الدوله ظلمته وراه يعني هجرته حتى للخارج. راهو عنده حوالي ما عرفتش قالوا لي 15 سنه ولا قد لا عندي 11 سنه. 11 سنه قالوا لي هكذاك ما جاش الجزائر. شوف رانا على المباشر واتحداك اصبرني اخ تونسي هذا الشخص لانه راني شفت كاين بعض الاسماء مره ساعه يتصلوا بي. انا ما عنديش الوقت على جال باش نرد عليه، ما عنديش الوقت. لكن انا نقول لك اتحداك، هذا اللي يقول راهو داروا كتاب وراه يقول باللي نصاب وكذا، اتحداك روح انت والصحافه اللي راني نسمي فيهم انا صحافه الزرنه، صحافه المراحيض، روح انت والشروق نتاعك. اتحداك بنت بالشروق، بالخبر، بالمغاربيه، بصحف البلوط، بصحف الروث. اتحداكم تروحوا للدشره وتنقلوا للعالم كامل النصب والاحتيال تاعي. اتحداك، فهمت؟ ولو كان تروح للاعداء نتاعي اذا لقيتهم، ماشي الناس اللي يحبوني، الاعداء نتاعي اذا لقيتهم وسقسيهم عليا. سقسي الدرك، سقسي الشرطه، سقسي المخابرات، سقسي كل الناس واش يقولوا لك. يقول لك باللي هذا الانسان انسان راجل وانسان صادق وانسان تاع كلمه. وروح اتحداك على الملأ والناس هاي كامل تسمع، ما على باليش بهم حتى واش من جهه، وراهم من الامريكان للتايلاند، من لهنا راهم الناس كامل يسمعوا. اتحداك اذا انت تمتلك مثقال ذره من الرجوله بنت باللي معاك، هذو اللي راهم صنعوا لك اسم في القنوات الفضائيه وصرت باحث، مع انه الجامعه ما دخلتهاش، لكن انا الجامعه راني دخلتها هنا في تولوز، وراه الاخ عبد صلاح الدين وريت لك لاكارت ولا ما وريتهاكش تاع الجامعه؟ شفتها بعينيا وي كاينه. واتحداك، فهمت؟ انا الجامعه ما عنديش البكالوريا صح، بصح الجامعه دخلتها هنا في تولوز.